مساء الخير الأغلى وأحلى مشاهدين أوفياء قناة العائلة قناة شروق، خاصة لخيرو برنامج لايف المشاهير اللي يخدمهم بالجديد والحصريات من الأحد إلى الأربعاء، وكل يوم كان جديد، أخبار جديدة وحصريات عديدة أكيد راح نخدمكم بها اليوم أنا وزميلتي هالة عيساني. مساء الخير. مساء الخير أمين، مساء الخير لكل مشاهدي لايف المشاهير، ثم أوفياء قناة شروق أكيد. أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من لايف المشاهير، من الحصريات والجديد الفني. بداية أسبوع موفقة للجميع، ونروحوا مع بعض ونبداو بعناوين حلقة اليوم. الوسط الفني يفجع برحيل الموسيقار الكبير نوبلي فاضل ملحن رائعة سراييفو. ختام مهرجان البحر الأحمر بجدة، أجواء وتصريحات للايف المشاهير من الريد كاربت. نضال الملوحي سيغيب عن موسم رمضان 2026 بسبب هشاشة السيناريوهات اللي تعرضت عليه. سينما 2026 عودة في هنيدي، أحمد حلمي، السقا، هاني رمزي ومحمد سعد. وفي حلقة اليوم أيضا الفنانة نور الهدى الشيخاوي ضيفة هواء لايف المشاهير. عودة مجددا لكم مشاهدينا. إذن كما كنا أعلنا، للأسف فوجئ الوسط الفني في الجزائر برحيل واحد من كبار الموسيقيين في الجزائر وكبار صناع الموسيقى في الجزائر، الفنان نوبلي فاضل، عن عمر ناهز 74 عاما. إذا كما نشوف في هذا التعزية من وزارة الثقافة والفنون للراحل، برحيله خلينا نقول خسرت الجزائر واحد من صناع الموسيقى وأعمدة الموسيقى في الجزائر. أمين، خاصة وأنه عرف عليه بتعامله مع عديد الأسماء الجزائرية والعربية، على غرار محمد راشدي، سلوى حميدو في اللعبابسة، حسيبة عمروش، وكذلك الفنان العربي الكبير وديع الصافي، مياد الحناوي، محمد الحلو، لطفي بوشناق، والقائمة طويلة وطويلة جدا. فألحانه وأعماله كانت حقيقة مطلوبة ومحبوبة. أكيد كان الراحل أيضا كان عامل بموسيقى تصويرية لأفلام وأعمال فنية كثيرة. الفقيد سيوارى الثرى غدا إن شاء الله. لا، غورية الثرى اليوم بعد عصر اليوم في مقبرة شرشال، يعني بحضور العائلة الفنية طبعا. أكيد نعزي أنفسنا ونعزي العائلة الفنية كلها في الجزائر، ربي يرحمه إن شاء الله ويسكنه فسيح جناته. يلا نروحوا ونستكملوا ونبداو حلقتنا بمهرجان اللي كنا رافقناكم فيه خلال الفترة الماضية، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اللي شهد في هذا الطبعة عدة فعاليات اللي كانت عاشتها مدينة جدة على مدار عدة أيام، وبحضور قناة شروق وبرنامج لايف المشاهير وميكروفون لايف المشاهير للسنة الثانية على التوالي. أكيد دائما هي السنة الثانية احنا نرافقوا زميلنا عصام دهمة يروح ويجيب لنا هذه التغطية الجميلة جدا من مهرجان البحر الأحمر ومن جدة التاريخية، اللي هذه الطبعة الخامسة تميزت جدا بحضور فنانين عرب وفنانين عالميين، وشفنا وجوه كثيرة كانت مرت عندنا في لايف مشاهير، وكنتوا شفتوها ايضا عبر المنصات الرسميه لقناه الشروق. اكيد شفناها في صفحات قناه الشروق، تصريحات جميله جدا. يلا وتغطيه جميله جدا للاختتام جابها لنا زميلنا عصام دهما، نروح نشوفوا مع بعض الصور. تواجد السينما الجزائرية هنا شيء جيد، شيء مشرف، ولست متفاجئا في نفس الوقت، لأن السينما الجزائرية دائما ما كانت حاضرة
المحافل الدولية. المهم أن يصل الفيلم إلى أكبر جمهور. كنت أنتظر البارحة تلاقي هذا الفيلم مع الجمهور العربي، لأنه الجمهور يعرف كما نقولوا ليكود تاع هذه القصة. لذلك يلا التجربة جميلة، ونتمنى عدد أكبر من الأفلام الجزائرية يوصل هنا ويتقاسم قصصه مع العالم. كي نقدروا نديروا الأفلام ونديروا الأفلام يعني بالطريقة اللي لازم نديروا فيها الأفلام، الطريقة يعني المحترفة كما يديروا الأفلام في العالم أكل، هذه هي أحسن شيء لنا. حبيت نقول حاجة برك. تحية سطيف وتحية بلاطو 19 and Free Palestine. ممتازة، ردود الفعل الناس كتير حلوة، الصحافة كتبت كتير حلو، يعني مبسوطين جدا. كان بودنا انه المخرج امير فخر الدين يكون معنا، بس ما قدر يكون معنا لنحتفل كلنا سوا بهذا العرس الثقافي الفني السينمائي مهرجان البحر الاحمر. يعني شو بدي اعتذر منك انا على هذا الجواب لانه انا ما قدرت اجي قبل، لانه كنت عم بصور مسلسل لرمضان وكنت كتير عندي تصوير، فانا وصلت امبارح وما صح لي اشوف ولا فيلم. ولكن الاصداء وصلت بس ولكن انا عندي معرفه، لانه نحن يعني انا دائما موجوده بلجان تحكيم بمهرجانات او ضيف شرف مهرجانات عربيه اخرى. اكيد في افلام ذات مستوى كتير عالي، لانه المهرجان يحرص على انه يجيب افلام يعني مستواها عالي. I think this Arabic film industry is going to go places really soon, and God bless. I like everything in Jeddah. I like everything in Saudi. It's been always a pleasure coming here. I've been to Riyadh quite a bit, first time in Jeddah, and I love it here already. أنا سعيدة جدا لأني هذه أول مرة بلبي هالدعوة. سعيدة جدا بفخامة الحدث وبكل المعازيم، ومبسوطة أنه شفت كثير كمان صحفيين عرب من كل البلدان وجزائريين كمان. والله الأجواء لذيذة جدا جدا وناس جميلة كلها ومبتسمة وبوزيتيف، فأنا مبسوطة يعني الحمد لله. شغل كويس قوي، وانتم من أوائل الناس نشيطين جدا بتنزلوا على السوشيال. الله يخليك. حضروا لي ما في حفل الاختتام، احكي لنا كيفاش كان وشفتي أجواء يعني تاع الناس رأيهم في فيلم جبازة ولا جنازة. تصدق وتأمن بالله مش اسمه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي؟ من كتر الأجانب الضيوف اللي فيه النجوم أنا بدأت أحس إن هو دولي صح. مش بحر أحمر عالمي يعني صح. من كتر كم الناس اللي فيه كأني ماشية في كان مثلا صح. الأجانب فيه أكتر من العرب صح. فهم باذلين جهد جامد قوي قوي قوي، عاملينه على أعلى مستوى، وناس كتير جت دل على ان الناس دي بتحب السعوديه، الاجانب حاسين بالامن والامان، سامعين في المهرجان وبيجوا. عودة مجددا لكم. كانت هذه إذا مشاهدينا تغطية جميلة جدا. كما شفنا انتصار أمين، أنا نحبها بزاف انتصار لأنه كنت تلاقيتها ديجا في مهرجان الجونة. هي من الفنانات اللي خفيفة الظل وتعطيك دائما هذيك المادة وتعطيك الطاقة للحوار. صح. أنا مهرجان البحر الأحمر الحاجة اللي لاحظتها فيه هو عنده أبعاد مختلفة. البعد الآسيوي اللي كما قلنا أقطاب الفنية شهيرة في آسيا، منها التركية ولا حتى الهندية والكورية، وأيضا البعد الإفريقي بما أنه كان دول عربية اللي تكون حاضرة فيه، ومنها الجزائر ومنها مصر، والنجوم المصريين اللي كانوا حاضرين، فيكون مختلف على نوعية أخرى من المهرجانات. أكيد. والمميز دائما هو حضور الجزائر بأعمال سينمائية، وهذا الشيء اللي طبعا احنا نفتخروا به أمين، أن وجود جزائريين على ريد كاربت عربي مثل المهرجان الأحمر، فهذا جميل جدا وفخر لنا أكيد. نروحوا يلا من السعودية والبحر الأحمر ومن مهرجانات العرب إلى الجزائر، وين أسدل الستار يوم الأربعاء أو سهرة الأربعاء المهرجان السينمائي الدولي للجزائر في طبعته 12. أمين. صح. هذه الطبعة اللي كانت مميزة بمشاركة أكثر من 100 فيلم ضمن المسابقة وخارجها، وكان حضور مهم لعدة دول، 28 دولة منها الجزائر جات نافست بأفلامها، وكانت ضيف الشرف كوبا يعني عرفانا وتوطيدا لكامل العلاقات اللي تجمع بين الجزائر وكوبا. أكيد. ودائما احنا كداعمين كإعلاميين دعموا مثل هكذا مهرجانات، خاصة مهرجان الجزائر للسينما. هو خلينا نقولوا مهرجان عريق، ولطالما كان بريقه يلمع أمين ويزين الجزائر العاصمة ويتزين بضيوفه أكيد. صح. و100 فيلم من مختلف الدول داخل المسابقة وخارجها، حاجة مهمة وحاجة يعني تمد فرص كبيرة للشباب
والناس الفاعلة في مجال الصناعة السينماتوغرافية، فكنا شفنا جوائز استحدثت هذا العام، جوائز جديدة خاصة مع تطور هذه التقنيات اللي راهي تتوظف في السينما. لازم دائما مواكبة للناس اللي تستعمل هذه التقنيات والتكنولوجيات الجديدة بتحفيزها بتكريمها أيضا في مثل هكذا مهرجانات. طبعا اكيد ونتمناو دائما الاستمراريه لمثل هذه المهرجانات سواء في الجزائر وهران عنابه باتنا وكامل الحركه السينمائيه في الجزائر. والسينما امين نروحوا دائما كما نعرفوا لايف المشاهير هو همزه الوصل بين المتفرج والناس اللي يحبوهم طبعا والناس اللي يحبوهم اكيد يحبوا الفنانين اللي يحبوا يعرفوا اخبارهم وجديدهم. وراهي معنا اليوم وحده من نجوم الجزائر، خلينا نقولوا نور الهدى الشيخاوي راهي معنا على المباشر. مساء الخير نور الهدى، اهلا وسهلا بك. السلام عليكم لايف المشاهير، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم الفنانه نور الهدى الشيخاوي. مرحبا بك نور الهدى. معكم شروق تي في اللي دائما تحتضن الفنانين وفوالا. اهلا وسهلا بك نور الهدى. اكيد احنا نهنيوك على العمل الجديد، نبغيك وحكينا شويه على العمل وعلى فكره الكليب، على كلمات الاغنيه. الأغنية هي أغنية نبغيك اللي راح تكون متواجدة غدا الاثنين إن شاء الله على الخمسة. هاد الأغنية بزاف نبغيها، يعني تقدروا تقولوا حطيت كاع واش عندي فيها، تيلمو تعجبني تيلمو نبغيها. بيان سور مع رابيكا سور، ديجا البداية تاعي كانت مع رابيكا سور، وهاد الخطرة عاود جمعنا عمل جديد اللي يعني صافي بليزي نعاود نستمع معاه في عمل في هذا العمل الرائع. والإخراج كان من عند شمسو، يعني ان شاء الله غادي تشوفوا فكره الكليب. دونك فوالا، ولي بارول الموسيقى اكيد رابيكا سور، ولا الارانجمون ياسين موزارت. فوالا. نور الهدى، النوعيه تاع الاغنيه تشبه الكثير بالنوعيات تاع الاغاني اللي درتيها من قبل، يعني دائما اغانيك حزينه، علاش؟ ما باليش بالك هما يبغوني في الاغاني الحزينه. ديجا انا اغاني درت اغاني اخرى وحده مع دي جي مولاي، يعني حاجه جديده راح شويه في كيما راكم تعرفوا دي جي مولاي النوع تاع الاغاني تاعو، يعني شويه في المداحات ويعني امبيونس ميم طون في الستيل تاعي. مي ما كانش عندي الوقت باش نخرجها. وعندي ثاني اغنيه واحده اخرى مع فتحي سامو رايحه يعني في حب، يعني عفسه جديده اللي هي من كلمات اسلام زروق وكولابوراسيون مع جالي باليرمو. دونك رايحه شويه للزنقاوي. وقتاش تكون الاغنيه هذه؟ هذه الاغنيه راح تكون نورمالمون غادي نخرجهم مع ورا بعضهم. فوالا دونك الاغنيه اللي كانت الاولى وكليبيتها الاولى والمومون تاعها هي نبغيك اللي مع رابيكا سور. دونك فوالا هذه الاغنيه درتها العام اللي فات، جا المومون باش نطلق هذا الوقت. فوالا تري بيان. نور الهدى، احنا ربما شفناك من قبل في التمثيل وراهو قريب الموسم الرمضاني وانا على بالي بلي تحبي التمثيل. قولي لي جاتك عروض للتمثيل ربما؟ سي جاوني عروض في التمثيل، كنت في واحد المسلسل بلا ما ندخل في لي ديتاي، وكان عندي كيفاش يقولوا له السيناريو كاع، وابخي ما باليش وابصرا كالعاده، يعني ما باليش شاطره كنت فيها ومادام ما باليش فوالا كنت فيها وما باليش. استلمتي السيناريو نور الهدى يعني؟ نبح على واللي نحييه من هذا المنبر عليه وفوالا. استلمتي السيناريو انت نور الهدى، يعني كنت يعني ماشيه معاهم في هذا المشروع؟ كنت ماشيه معاهم في المشروع، وديجا على جالها كنت نروح لالجي ومن بعد ابخي ما باليش وابصرا. مي بون مي راح تشوفوني في ثاني في فيلم، ما راح تشوفوني كممثله، ومي راح تسمعوا الصوت تاعي في عده مشاهد، ما راحش نقول واش من الفيلم، خلوها سيرفريز. دونك فوالا. لكن راح تقولي لنا عليه نور الهدى في الايام القادمه ان شاء الله. اكيد راح نقول لكم عليه. برك الاغنيه اللي قلت لكم عليها فيها جالي باليرمو، الملحن والموزع هو فتحي ساموراي ان شاء الله. صح. نور الهدى، بالنسبه للجينيريك ديال الاعمال، هل عرض عليك ممكن اعمال تقدمي لها الشاره الموسيقيه للنهايه والبدايه؟ نو ما زال فور مومون لا. راكي حاضره تحبي هذا النوع من الاعمال؟ نحب هذا النوع من الاعمال. فوالا سورتو الاعمال تاع رضا سيتيفاز، الجينيريك تاعها بزاف يعجبوني. دونك فوالا. جميل. نور الهدى، انا كنت تلاقيتك من قبل وسقسيتك ربما شكون اللي حبيتي ديري معاه ديو. وي كنتي قلتي لي بلال الصغير، هل كان فيه تواصل ربما بينك وبينه على عمل؟ قلت لك وي، ما عندي تواصل معه اكيد،
مي انا عندي بزاف فنانين يعني نحب نكون نتواجد معاهم كيما كادير جابوني بلال الصغير، يعني لي فوا اللي نبغيهم شاب حسام ديدين كلاش، فوالا هاد اللي يعجبوني بزاف يعني في وانت ايضا اكيد عندك قاعده جماهيريه جميله جدا نور الهدى الشيخاوي، مرحبا بك دائما في لايف المشاهير، يعطيك الصحه وشكرا لك على التواصل معنا، ودائما اخبارك اكيد متواجده على لايف المشاهير. شكرا ميرسي بوكو، ربي يحفظك، ميرسي. مرحبا. شكرا. يلا نروحوا من مصر نروحوا للجزائر، واكيد فيلم وثائقي سارة العلامة. لما نحكي على سارة العلامة نقولوا ممثلة شابة قدرت تصنع لنفسها مكانة كبيرة في الوسط الفني في الجزائر، واليوم رانا نشوفوها في وثائقي المحاكاة. صح، محاكمات اللي كانت قدمت فيها شخصية المجاهدة الكبيرة جميلة بوحيرد، وهي مسؤولية كبيرة أنك تتعامل أصلا مع تاريخ الجزائر، فهي معلومة يعني حاجة كبيرة ومسؤولية كبيرة تحطت على عاتقها في هذا الوثائقي اللي كانت قدمت فيه شخصية عندها وش تحكى فيها، وكذلك محاكمتها اللي كانت من أعظم محاكمات القرن الماضي. أكيد، ولما نحكي على مجاهدة مثل جميلة بوحيرد نقولوا هذا الاسم لازم نحطوا نقاط كثيرة لما نحكيوا على مسيرته أو على أي شيء مر في حياته. عفوا منصة الجزيرة 360 درجة كانت تناولت هذا الوثائقي، كانت بثاته، وانت كنت أمين تلاقيت مع سارة العلامة وكنت سألتها عن هذا الدور العظيم خلينا نقولوا اللي كانت قامت به. يلا نعرفوا جوابها في ميكروفون الشروق وبرنامج لايف المشاهير. والله دوكيومنتير فيكسيون تاع جميلة بوحيرد اللي قمت، هو كان اخر اعمالي، خرج في نفس فتره المهرجان اللي كنت نحضر للمهرجان، فنحس اني ظلمته شويه، يمكن ما تكلمتش عليه بزاف لاني كنت مركزه بزاف على المهرجان، وكان خرج في الاسبوع الاخر قبل هذا لا 5 ايديسيون، لكن تلقيت اصداء بزاف جيده جدا، وهو الان موجود على منصه الجزيره 360. كانت يعني الكاليتي عاليه جدا، وال يعني الريزولتا تاعو خرج كما كنت متوقعتها او كما كنت حابتها او يمكن اكثر. نشكر كل اللي قاموا بهذا العمل رائع جدا، وجو سوي تري فيغ اليوم. انا جد فخوره انني قمت بدور المناضله الكبيره جميله بوحيرد، وهذا الدور يعني راح يبقى كل حياتي تاج على راسي. أكيد، وإحنا نهني وأكيد سارة العلامة على هذا الدور الجميل جدا وعلى هذه الفرصة الجميلة جدا اللي أتيحت لها واللي اختارتها في تجسيد دور المجاهدة جميلة بوحيرد. وبهذا مشاهدينا نكون وصلنا معكم إلى نهاية عددنا لنهار اليوم. نعود نفكركم أنه برنامج لايف المشاهير وكافة برامج قناة شروق متوفرين عبر المنصات الرقمية الإلكترونية الخاصة بالقناة. دائما نبقاو على اتصال طبعا. أكيد، وصلنا للختام. أمين مشاهدينا، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. بقوا أوفياء دائما لقناة شروق وللايف المشاهير، ونروحوا مع سقسي ريام نومي ديال الزول وديدي كانون. باي باي.